وهتلاقي لازم حد في الاتحاد ده يكون بيحب الشعر وبيكون بقى فاكر نفسه هو عنتر ابن شداد، وهتلاقيه بيقعد يلم بنات وهم بيتلموا انا معرفش ازاي، يقعدوا بقى هو والبنات دول حواليه ويقعد يقول شعر لا هو فاهمه ولا اللي حواليه فاهمينه او بيبقى سارقه. النهارده جاي احكي لك عن نوعيه ناس ربنا يبعدك عنهم وما يخلكش واحد منهم، لان لو بقيت واحد منهم دي مشكله كبيره وهفهمك ليه قدام. والناس دول هم اتحاد الطلبه. الناس دي اول ما انت بتدخل من باب الكليه المتوقع ان هم يستقبلوك ويعرفوك بقى الكليه فيها ايه والدنيا ماشيه ازاي، لو عايز ايه تروح فين، بيوريك الدنيا فيها ايه. والحقيقه الكلام ده فعلا بيحصل، بس لو اللي داخل من باب الكليه ده واحده، لان اغلب اتحاد الطلبه هتلاقيهم ولاد ومن الاخر رايحين يشقطوا مالهمش اي دور تاني في الجامعه. واي حد هيقول كومنت عكس كلامي اكيد وش من اتحاد الطلبه، لاني مخلص كليه ففاهم الدنيا ماشيه ازاي جوه، فما تحاولش. طب اكيد بتفكر دلوقتي اتحاد الطلبه دول اكيد مش كلهم ولاد، لان الولاد طبيعي هيضعفوا قدام البنات اللي جوه بقى ايه. ما تحاولش، لان هتلاقي نصهم مرتبط برئيس الاتحاد وده بيكون من اكبر العصافير في الكليه، فمش هتعرف تنافسه لانه مسنود. ولو انت لسه ما رحتش كليه، اولا يا بختك، تاني حاجه انت بالنسبه لك انا دلوقتي بحكي لك حاجه كوميديه، بس احب اقول لك ان هي دي الحقيقه. مسيرك تروح وتتصدم، بتشوف العيال اللي بينزلوا صورهم على الفيس ببدل وهم رايحين الكليه وحاطط 2 كيلو جل وبرده الصوره ريحتها عرق، هم دول بقى الطلبه اللي في اتحاد الطلبه. اصل بالعقل كده انت عمرك قبل كده رحت دروس ولا المدرسه ببدله غير لو في ايفنت او حاجه وهم طالبين كده منكم في المدرسه؟ ده الدكاتره نفسهم في الكليه مش بيروحوا ببدل غير لو في مناسبات. فانت جوه هتتعامل مع عقليات عمرك ما شفتها في حياتك، هتشوفها جوه الكليه بس. وهتلاقي لازم حد في الاتحاد ده يكون بيحب الشعر او ما يعرفش يعني ايه اصلا شعر، بس هو شايف ان الموضوع بيجيب بنات فهو دايس فيه وخلاص، وبيكون بقى فاكر نفسه هو عنتر ابن شداد. وهتلاقيه بيقعد يلم بنات وهم بيتلموا انا ما اعرفش ازاي اللي في دماغهم انا مش عارف، يقعدوا بقى هو والبنات دول حواليه ويقعد يقول شعر لا هو فاهمه ولا اللي حواليه فاهمينه او بيبقى سارقه. وهتلاقي البنات اللي حواليه دول مبهورين وفي الاغلب بيشقطهم كلهم حتى لو ما فهموش هو قال ايه اصلا، بس هو شكله بيقول حاجه جامده. ومع اني هرجع وانا بحكي لك، بس في ناس بيشوفوا الشيء ده جذاب، والله اعلم بقى الناس دي بتفكر ازاي. وبعيد عن الهزار بقى وكده، مع ان اللي بحكيه ده مش هزار وربنا كله بالحرف بيحصل، وهتشوفه لما تدخل الكليه لو انت في ثانوي لسه. تعال بقى اقول لك اتحاد الطلبه ده فعلا مفيد في ايه. الحقيقه اكبر مستفيد من اتحاد الطلبه ده هم الطلبه نفسهم اللي في الاتحاد، لانهم بيبقوا معروفين في الكليه وفي الاغلب بيكون اغلب الدكاتره عارفينهم بالاسم. ودي حاجه بالنسبه لي ما بحبهاش، لان انا ما كنتش شخص اجتماعي في الكليه ولا بحب الانتشار، واغلب معارفي الناس اللي انا كنت بتعامل معاها في ثانوي واعدادي، لان زي ما حكيت لك الناس جوه عامله ازاي. طب دلوقتي الطالب المعروف وسط المجتمع الغريب اللي جوه ده بيستفاد ايه؟ اول حاجه زي ما شفت بعيني، وحاجه زي دي ما تقدرش تتكلم فيها، من الاخر كده بتظبطه في اللجان بتاعه الامتحانات، لان في الاغلب المراقبين عارفين مين دول، ولو المراقبين مش عارفينهم فهم متوصي عليهم من حد فوق المراقبين، ومش هقول مين الحد ده، انت لو مركز في الفيديو هتعرف لوحدك. واللي اكتشفته بعد كده جزء كبير منهم بيدخل عارف اللي جاي في الامتحان اصلا، بس بصراحه الموضوع ده مش على طول، يمكن شفته بس 3 4 مرات، لدرجه ان هم كانوا بيطلعوا حاجات ينقلوا منها وكانوا بيتحطوا مع بعض في لجنه لوحدهم معروفه، دي لجنه اتحاد الطلبه. بقى اللجان بقى ناس عاديه مالناش دعوه بيهم، هيتنفخوا في اللجنه. هيجي حد ذكي دلوقتي يقول لي وانت عرفت منين ان هم بيبقوا مع بعض طالما انت في لجنه بعيده عنهم؟ حبيبي احنا في مصر لما تدخل الكليه هتلاقي كل الدفعه بتمتحن في حته واحده، مثلا انا في لجنه وانت في لجنه تانية، هيبقى الفرق بين اللجنه بتاعتي واللجنه بتاعتك ديسك فاضي، تلاقي المراقبين حاطين عليه كل حاجتهم عشان يعرفوا ان هو ده الفاصل بين اللجنه دي واللجنه دي، غير كده اللجنتين شايفين بعض. ولو الطلبه بتوع الاتحاد دول اللجان شاده ومفيش اي حاجه من اللي انا بقول لك عليه ده، لان اوقات فعلا ده بيحصل، يعني مش كل حاجه سبهلله بصراحه، مش هبقى كداب، انا بحكي لك كل حاجه بصراحه. في اوقات عادي بيتعاملوا زيهم زينا ومفيش تفريق، بس برضه بيبقى عندهم ميزه مش عند الباقي، ان الطلبه كلهم عارفينهم، خصوصا اللي معارفه بنات كتير ده مش محتاج بقى لا حد يتوصى عليه ولا يغش ولا يعمل اي حاجه، هي الاجابه بتجيله وهو قاعد. وفي الاغلب اللي معارفه بنات كتير جدا ده هتلاقيه لابس نضاره اللي هي الكبيره دي، وهتلاقيه عنده دقن متحدده بس دقنه مش كامله، يعني هتلاقيها مثلا من القطاط لحد هنا، من هنا لحد هنا، لازم تكون نص دقن مش دقن كامله. فلو قعدت تتخيله كده هتتخيل وش دبانه،
مش وش انسان، استغفر الله طبعا، ما اقصدش حاجه، بس يعني بقول لك مثل، ومهما كانت دقنه فاضيه هتلاقيه محددها، فهو منظر مقزز من الاخر ومش تنمر، بس هم والله شكلهم كده، مسيرك تدخل وتشوف. فزي ما حكيت لك الشخص ده مش بيكون فيه اي وسامه خالص، بس حته السلطه او الشهره في اي حاجه في الحياه بتفرق. طالما انت معروف في مكان، المعامله بتاع كل اللي حواليك هتتغير. فتاكد 100% ان انت لو معروف او عندك سلطه حتى لو خفيفه، شهرتك دي هتفرق معاك في المكان اللي انت مشهور فيه، او لو ليك سلطه حتى لو مش سلطه جامده بس في مكان، برضه في المكان ده هتتعامل بطريقه غير ما انت ما بتتعامل بره، وهتلاقي الدنيا بتمشي. وطبعا كله بعد تسهيل ربنا. ولو انت شخص بتخاف على صحتك ومرارتك، اسمع النصيحه اللي جايه دي، واوعى لاي سبب من الاسباب تعمل عكس اللي انا هقوله دلوقتي. اي حفله في الكليه او اي ايفنت مهما كان، اخلع منه واوعى تروح، مهما كان مين رايح معاك ومهما كان مين اللي عازمك. حتى لو فتاة احلامك شفتها في الكليه وقالت لك تعالى معايا، ما تروحش، لان صدقني هتلاقي عالم غريب من بني ادمين انت مش هتفهم ازاي دول عايشين كده. وخصوصا لو واحده عجباك وعزمتك على حاجه كده، اتاكد ان هي خلاص طالما عزمتك على حاجه كده فده اكتر شخص مش مناسب ليك. غير بقى لو انت زومبي يعني مش انسان. هيجي حد يقول لي انت مش لسه قايل من شويه ان انت ما كنتش اجتماعي وما بتروحش حاجه؟ عرفت منين اللي بيحصل جوه؟ هتفتري على الناس ولا ايه؟ ما اكيد حوار اني ما كنتش اجتماعي ده في حاجه هي السبب فيه. انا حبيت اجرب كل حاجه من اول سنه، وندمت ان انا دخلت كليه اصلا بسبب اول سنه دي. استنى احكي لك اول ايفنت حضرته في حياتي في الكليه، وزي اي حد لسه داخل الكليه قلت بقى اعيش حياه الكبار بقى، واحضر بقى حاجات بقى بتاعت ناس كبيره. كان المفروض في دي جي جاي الكليه، وكانوا عاملين حفله بقى راس السنه ومش عارف ايه وحاجات زي بتاعت تيستو والحاجات اللي فيها الدي جي اللي بيفضل والحاجات دي. وانا كنت مهووس بكمال اجسام، وكنت بتابع ناس كتير مشهوره في المجال ده، وكلهم كانوا بيروحوا الحفلات دي. بس الحفلات دي في مصر غاليه قوي، ممكن تدفع 20,000 في تذكره، وقتها ساعه الا ربع او ساعه، ففلوس كتير على الفاضي. فقلت الموضوع جاي لي ببلاش ولحد عندي وفي الكليه، فليه لا اجرب اللي انا نفسي اجربه. تعال بقى احكي لك اليوم الجميل ده. وهو اليوم الجميل ده كانت بدايه كرهي للكليه. المفروض في ساحه عندنا كبيره في الجامعه هيجي فيها الدي جي ده، وهيبقى المكان مظبوط وكل حاجه، وبس يبقى هو هيجي هيقف يشغل لنا اغاني وكده، واحنا نعيش نفس الجو بتاع الحفلات بتاعت بره دي. جميل. اول حاجه كانت في المكان ده في اضاءات وزينه وحاجات كده بتتعلق، وانا للاسف من الناس اللي قررت ان هي تروح بدري وتحضر اليوم من اوله. كنت عايز بقى اصور اللي بيحصل ومش عارف ايه وانزل ستوري وانا رحت حفله وبص ومش عارف ايه، ويا ريتني ما خدت القرار ده، يا ريتني. اول حاجه الحاجه اللي هتتعلق كلها جت، بس العمال اللي هيعلقوها ما جوش، وما كنتش انا لوحدي اللي قررت اروح بدري، فلموا كل اللي راحوا بدري وخلونا احنا نعلق كل حاجه. وكنا في الصيف والجو حر جدا، فعقبال ما خلصنا كنا عرقنا وهدومنا بقت شفافه، الهدوم اللي احنا المفروض رايحين نحضر بيها الحفله اصلا. فحتى لو كنت حابب اخد صوره والدي جي ورايا مش هينفع، لان انا متبهدل عرقان، ده غير التراب اللي على الهدوم، واكيد معيش هدوم تانية، انا رايح حفله مش رايح اشتغل نقاش. هتقول لي طب وما خلعتش ليه وسط الشغل؟ للاسف كان معاهم اسامينا، وكان دكتور اللي جه اخد الاسامي، فلو خلعت فايده يقعدني مدى الحياه جوه الكليه. الشخص الوحيد اللي ما تقدرش تعند معاه في الكليه هو الدكتور، لان مهما عملت كلمته هو اللي مسموعه جوه. فخلصنا واليوم يبدا على العصر كده، وانا في الدوشه دي من امتى؟ من 11 الصبح. فاليوم بدا وبتاع الدي جي جه، وانا والناس اللي كانوا معايا متبهدلين كلنا، وطبعا عشان هدومنا متبهدله وشكلنا معفن كل الناس كانوا قرفانين مننا، وسمعتنا بقت معفنه، لان احنا واقفين في ساحه الكليه والكليه كلها متجمعه في المكان ده على حظنا، واحنا اعفن الناس في الكليه. فانت اول سنه اول ايفنت قدام الكليه كلها، بقيت معروف ان انت اعفن واحد في المكان خلاص، فقدامك 4 سنين هتعيشهم زباله. مين اعفن واحد في الكليه؟ اهو خلاص سمعه مش هتروح. ففسيت دماغي وقلت يا عم عادي، ما الناس كلها كانت واقفه وشايفه واحنا شغالين، بس بجد اتعاملنا معامله حقيره فوق ما تتخيل. فضلت مستحمل يوم غصب عني، وانا مش هتسحل كل السحله دي وما استمتعش باليوم في الاخر. قلت ما اتضايقش وامشي، وعلى الاقل اقعد احلل التعب اللي تعبته. فالدنيا بدات تليل شويه، وبدات اتخنق انا والناس اللي تعبنا في تركيب الحاجه دي. فرهضنا بقى وايه، وكنا مش قادرين خلاص، جبنا اخرنا، وكل شويه يعملوا فقره نفيخه اكتر من الفقره اللي قبليها، وكان يوم منتم بصراحه جدا. وهنا بدأ شيطاني يوسوس لي، بما ان احنا اللي مركبين كل حاجه فاحنا برضو اللي نقدر نفصل كل حاجه، وكده كده محدش من عمال الكليه هيشك فينا لان احنا قدامهم اللي مركبين كل حاجه. فعملت نفسي رايح ابص على الكهرباء اللي احنا وصلناها تمام ولا فيها حاجه. فعملت ايه بقى؟ اخدت كل الناس اللي كانوا معايا وطفينا النور وخلعنا، سيبناهم بقى ايه هم مع نفسهم يشوفوا هيفكوا الدنيا دي ازاي. ايوه عارف حركه شريره، بس اوقات الشر بيكون مفيد ولازم تعمله، لان انت لو ما عملتهوش هيتعمل فيك. لان كان المفروض بعد الحفله عايزين احنا اللي نفك كل حاجه تاني زي ما ركبناها. وبعدها عشان ما حدش يعرفني ولا يفتكرني كنت مربي شعري زي اغلب الفيديوهات اللي على القناه هنا، رحت شلت شعري خالص لان لو الدكتور شافني اكيد هيفتكرني. وفعلا نجحت الخطه، لدرجه الناس اللي كانوا بيعلقوا معايا حاجه لما شافوني تاني يوم
محدش عرفني. قعدوا شويه عشان يفتكروا بتاع، الكل يشوفني يشبه عليا، ايه اللي عملته ده ومش عارف ايه، وخلاص هم دول اللي بيعرفوني وهم دول اللي عايزهم يعرفوني. غير كده انا عايز اتبخر ان انا خلاص بقيت معروف ان انا معفن في الكليه. وبكده هربت بالمصيبه اللي انا عملتها دي لحد ما اتخرجت، وبوظت لهم اليوم، ومحدش يعرف لحد دلوقتي مين اللي عمل كده، لان انا بعد ما حلقت اعتبر اختفيت من الحياه. وتوته توته خلصت الحدوته. وخلاصه الحدوته دي كلها، احذر من اتحاد الطلبه. هتقول لي طب واتحاد الطلبه ماله ومال الدي جي واللي انت حكيته ده؟ هم مش دول اتحاد الطلبه؟ دول المفروض اللي لو في حاجه الطلبه يعملوها هم اللي يعملوها، احنا نعملها ليه؟ صدقتني لما قلت لك بيكونوا مسنودين. الاولى اللي هم اللي الدكاتره عارفينهم اصلا يشتغلوا، مش واحد رايح يحتفل وبتاع يتاخد يتسحل. فاحذر من اتحاد الطلبه يا صاحبي، لان هتلبس في حوارات كتير جدا. وزي ما بيقول لك المثل، اسال مجرب ولا تسال طبيب. ما اعرفش مين الذكي اللي قال المثل ده، بس مثل منتشر عندنا في مصر. وبعد ما فكرت لقيته انسب حاجه للحدوته دي، لان الدكاتره سحلونا وانا اللي اتسحلت. فاسال اللي مجرب السحله، وما تصدقش الدكتور اللي هيسحلك في الكليه. وبس كده يا زميلي، الفيديو بقى خلص. ما تنساش بقى تشترك وتدوس لايك وتفعل الجرس وتسيب لي رايك تحت في الكومنتات. وبس يا زميلي، سلام.